ازيكم يا شباب، عاملين ايه الاخبار؟ كل حد بيحب ان هو يركب حصان بيروح يتمرن فروسيه. تعالوا اقول لك في الفيديو ازاي تختار مكان تتمرن فيه فروسيه، بناء على ان في ناس بتيجي تركب عندي خيل في الحر بلاقيها بتتمرن سنه، تتمرن سنتين، بايظه خالص حرفيا. يعني مفيش ركوب صح، في خوف وتوتر جامد، في قلق، تلاقيه متعود على حصانه هو بس. تعالى اقول لك ازاي تحل الموضوع ازاي. الاول تختار مكان فروسيه، هتختار مكان يكون ثقه، دي اول حاجه. طبعا مكان اسعاره مناسبه. اسعار الفروسيه دلوقتي في مصر ابو 1000 جنيه ملوش اي 60 لازمه، ابو 1000 ونص برده ملوش اي 60 لازمه. عندك من اول 3000 جنيه انت بتبتدي تتعلم حاجه محترمه لحد مثلا 4000 ونص، فوق كده اوفر شويه، على حسب بقى المكان وعلى حسب الخدمه. يعني ممكن مثلا في اسعار ممكن توصل لخمسه وسته، بس ده بتبقى يعني خدمه في اي بي. ممكن مثلا بيقدم لك ايس كوفي مع التمرينه، بيديك مثلا كرباج هديه. يعني مثلا شده الحصان بتبقى كلها الماني مثلا مستورده، والحصان مثلا بيبقى حصان متعلم جدا، فانت بتبقى بتتعامل تعامل بروفيشنال قوي. بس ده بيبقى يعني ممكن ما ترتاحش نفسيا اصلا هناك مع الناس دي، بس في ناس بترتاح معاها جدا طبعا. لكن المتوسط من 3000 ل 4000 على حسب بقى قوه تمرينك، وعلى حسب استحمالك لشده التمرين، وعلى حسب تطورك طبعا. فدي الاسعار. المكان لازم يكون ثقه، انت مرتاح للمكان. في تطور على حسب بقى الكوتش اللي بيمرنك، انت بتتمرن معاه، انت على حسب ذهنك بقى انت التطور بتاعك. هتقيس التطور ده بناء على ايه؟ انت عملت النهارده الف، بكره هتعمل الف ب. لو ما عملتش الف ب، لو الكابتن ما اشتغلش معاك انك تعمل الف ب، يبقى انت كده اعرف انك ما بتعملش حاجه. في كابتن يشتغل معاك الف ب ج، ده كابتن ممتاز جدا، خلاص. في كابتن بيطورك، في كابتن اسلوبه يعني اسلوبه يفضل شغال على الاسلوب ده. هو مش نافع معايا يا كابتن غيرهولي، لا مفيش يا ابني هو ده، لا. في حاجه اسمها غيره عادي جدا، وفي حاجه اسمها افهمك انك ازاي تتعامل مع الاسلوب ده. الكابتن بيزعق ما تتمرنش معاه الا لو انت حابه. لو انت حابه يعني وحابب الاسلوب، عيش دوس ما تخافش، كمل وقلبك هيبقى جامد وهتتعلم وهتبقى كويس جدا. على فكره الكابتن بيضرب، لا ما تتمرنش معاه. يعني انا مش شايف ان كابتن بتعمل غلطه فيضربك اتمرن معاه، لا ده مش صح الصراحه. مش للدرجه دي. يعني انا صاحبي ممكن اضربه، لكن المتدرب عندي لا. يعني المتدرب ليه احترامه شويه. المكان اللي انت داخل تتمرن فيه ارض ركوب مهيئه للركوب، ارض ركوب جميله مش ضيقه خالص. يعني مثلا تعرف تطلع فيها كانتر مظبوط ماشي، ما تبقاش مخنوق انت في الارينا. المكان يكون لطيف، حمام نظيف، قاعده نظيفه اقدر اقعد فيها ارتاح فيها. بس يعني ما اظنش ان في اي حاجه تاني، ولو في حاجه تانية ممكن نحطها بس بعدين مش دلوقتي. فاهم حاجه انك تكون مرتاح نفسيا وفي تطور فعلا. قاعد بلعب وخلاص وبروح والكابتن بيسيبني ومش عارف ايه ولا تمرين، هو ضغط على الفارس عشان يبقى فارس كويس. مش رايح العب، رايح العب اطلع طالع العب، لكن رايح اتمرن، رايح اتعلم، رايح افهم الحصان. وبرده وانا بتمرن لازم انا شايف ان لازم الفارس يبقى عارف الادوات اللي على الحصان، يبقى عارف ان دي اسمها راس، ده اسمه سرعه ورين، السرج معروف، الركاب معروفه، الزخمه معروفه. ابقى انا حتى الكابتن في حصه يعلمني فيها ازاي اشد على حصاني، مش حصاني بقى الشخص عادي اشد على حصانه هو عادي جدا. علمني ازاي اشد على الحصان، علمني ازاي اتمر الحصان، علمني ازاي منكش الحصان بالمنكشه، انضف رجله كده الحافر. كل الحاجات دي لو انت اتعلمتها هتبقى بروفيشنال، هتبقى ممتاز جدا، هتفهم الحصان اكتر. مش هقول لك على نصايح ازاي تتعلم عشان دي مش بتاعتي، كل مدرب ليه طريقته وكل مدرب ليه اسلوبه. انا ليا طريقتي وليا اسلوبي وليا طريقه بمشي بيها. اتمنى انك تكون اتبسطت واستفدت جدا من الحلقه دي. مكملين في السلسله بتاعتنا. اي سؤال واي استفسار عندك عايز تعرفه، عايز تساله، هرد عليك على طول، بس اكتب لي تحت في الكومنتات. والسلسله بتاعتنا مكمله في انك ازاي تركب حصان وايه بدايتك لطريق الركوب، ومكملين في الشخصيات كلها. اتفرج عليها هتبسطك جدا وهتعجبك جدا. يلا مستنيينكم في الحلقه القادمه ان شاء الله. قول لهم سلام يا بندق. سلام.